أهلا بيكم في الجزء الثاني من كلامنا عن ترابيزة السفرة. وقبل ما نبدأ في الجزء الثاني لازم تكون شفت الجزء الأول، فوقف دلوقتي الفيديو ده لو أنت ما كنتش شفت الجزء الأول، وروح شوف الجزء الأول وتعالى بسرعة، أنا مستنيك. وعشان أسهل عليك يا سيدي هتلاقي اللينك بتاع الحلقة اللي فاتت موجود تحت في الديسكريبشن. أما عن حلقة النهاردة بقى فإحنا هنتكلم عن 3 ملاحظات مهمين جدا، فيلا بينا نشوف إيه هي الملاحظات دي. الملاحظة الأولى الموجودة معانا هي فكرة السجادة اللي موجودة تحت ترابيزة السفرة. السجادة دي ما تبقاش كبيرة قوي ولا تبقى صغيرة قوي، بمعنى إن السجادة تكون بتحوي ترابيزة السفرة بالكراسي بتاعتها، حتى لو الكرسي ده اتسحب من مكانه وطلع بره يفضل برضه موجود جوه نطاق السجادة. لو أصغر من كده هتبقى صغيرة، لو أكبر من كده هتبقى كده السجادة كبيرة ومش مناسبة. يعني الصورة اللي موجودة معانا دلوقتي دي مفيش أي سجادة تحت ترابيزة السفرة خالص، فده يعتبر شيء مش محبذ، وإن كان في بعض الحالات ممكن فعلا ما يبقاش فيه سجادة تحت ترابيزة السفرة لو عندنا أرضية مميزة عاوزين نبرزها، أو إحنا عاملين الأرضية اللي تحت ترابيزة السفرة بشكل مختلف عن باقي الأرضيات أو ما شابه ذلك. أما في الصورة دي فهنلاقي هنا السجادة صغيرة، هنلاقي إن الكرسي فعلا رجله موجودة بره السجادة أساسا، وده شيء مش محبذ برضه. وفي الصورة دي نفس الفكرة، السجادة هنا صغيرة، لو فتحنا الكرسي ده أو شدينا الكرسي ده لبره هيبقى غالبا رجل الكرسي دي موجودة بره نطاق السجادة. اما في الصوره دي فالسجاده هنا كبيره زياده عن اللزوم، لو احنا شدينا الكرسي ده لبره هيبقى في مساحه كبيره ورا الكرسي مش مستغله في اي حاجه. اما الصوره دي فهي دي الحاله المثاليه اللي احنا المفروض نعملها. الكرسي بتاع ترابيزه السفره مسحوب لبره ولسه موجود جوه نطاق السجاده. ودي كده كانت الملاحظة الأولى. أما الملاحظة التانية فهي المسافة ما بين الداون لايت أو الدلاية إن وجدت، لأن ممكن ما يبقاش فيه أي دلايات أو إضاءة ساقطة من السقف، ممكن تكون الإضاءة موجودة في السقف مباشرة، ففي الحالة دي الملاحظة دي مش هيبقى ليها أي داعي. لكن إحنا هنا بنتكلم لو في إضاءة نازلة من السقف بشكل أو بآخر، المسافة ما بينها وما بين أول ترابيزة السفرة بتبقى من 70 ل 90 سنتي. أما الملاحظة التالتة بقى فهي ملاحظة مهمة جدا جدا جدا، وهنا هنتكلم عن أبعاد ترابيزة السفرة، الحد الأدنى لهذه الأبعاد. الصورة اللي قدامك دي فيها الحد الأدنى لأبعاد ترابيزة السفرة طول في عرض، فأنت ممكن توقف الفيديو دلوقتي وتاخدها سكرين تبقى موجودة عندك لو احتجتها فيما بعد. وخلونا ناخد كده مثال على ترابيزة تكون 6 كراسي. الترابيزة اللي هنا 6 كراسي طولها متر ونص في عرض 90 سنتي، طبعا ممكن تبقى أكبر من كده، مش عاوز أأكد تاني وتالت ورابع إن ده الحد الأدنى لأبعاد ترابيزة السفرة تكون 6 كراسي، متر ونص في 90 سنتي. طيب عشان ما تتوهش مني وتعرف الأرقام دي جت منين بالظبط أو على أساس إيه، فأنا هقول لك دلوقتي هي جت على أساس إيه. بس استنى قبل ما أقول لك فين اللايك فين الشير فين الشغل ده. مستني منك على فكرة برضو كومنت لو أنت عندك أي أسئلة ليها علاقة بترابيزة السفرة أو أي حاجة خاصة بالديكور عامة، عشان نقدر نجاوب عليها ونفيد الناس أكتر وأكتر. نرجع لطريقة حساب أبعاد ترابيزة السفرة. إحنا عندنا حاجة اسمها منطقة العمل. إيه هي منطقة العمل دي؟ يعني لو سعادتك قاعد على الكرسي بتاعك وبتاكل، فطبيعي إن إيدك يمين وشمال هتبقى مرفرفة شوية عن حدود الكرسي اللي أنت قاعد عليه، مش هتبقى أنت قاعد مزنوق ومحشور جوه الكرسي بتاعك. الكرسي على الأغلب بيبقى الصافي بتاعه عرضه 45 سنتي، فأنت وأنت قاعد على الترابيزة أنت مش واخد ال 45 سنتي بس، لا أنت واخد أكتر من كده، إنك فارد إيدك يمين وفارد إيدك شمال. فأقل عرض للمساحة دي بيكون 60 سنتي والعمق بتاعها بيبقى 30 سنتي، فأنت واخد منطقة عمل مساحتها 60 سنتي في 30 سنتي، وهي دي اللي على أساسها إحنا بنحسب أبعاد الترابيزة بتاعتنا. يعني دلوقتي إحنا عندنا كرسيين موجودين على جنب ترابيزة السفرة. كرسيين يعني كام؟ يعني عندك 60 و60 120 سنتي، وبنسيب فيه رفرفة كده يمين ورفرفة شمال، أو بنسيب خلوص أو مسافة في أول ترابيزة السفرة بتكون 15 سنتي حد أدنى، والناحية التانية نفس الكلام 15 سنتي حد أدنى. فبقى عندي 60 و60 120 120 و30 تبقى متر ونص، يبقى كده عندي الطول بتاعي متر ونص. طب بالنسبة للعرض تعالى نحسبها بنفس الطريقة. عندنا الكرسي بتاعنا منطقة العمل 60 سنتي، وسايبين فوق 15 سنتي وسايبين تحت 15 سنتي، يعني 60 و30 هتبقى 90 سنتي. طبعا زي ما قلت ممكن الأبعاد دي تزيد، 90 دي ممكن تبقى متر، ممكن تبقى متر 10. كل ما بنزود في منطقة العمل أو المسافة اللي هي ال 15 سنتي دول، كل ما كان عرض الترابيزة هيزيد. نفس الفكرة بالنسبة للطول، المتر ونص ده ممكن يبقى متر 60 لغاية متر 80. كل ما نزود في منطقة العمل أو المسافة اللي هي ال 15 سنتي في أول الترابيزة وفي آخر الترابيزة، كل ما كان البعد بتاع الترابيزة هيكبر ويزيد معايا ويبقى أريح في الاستخدام. فقيس على كده بقى أي ترابيزة تانية أنت عاوز تتعامل معاها.
طب كده ده بالنسبة للطول والعرض بتاع ترابيزة السفرة. طب بالنسبة للارتفاع، الارتفاع بتاعها بيكون ما بين 70 ل 75 سنتي، فأنت خليك في ال 75 سنتي. طيب بالنسبة للكرسي، الكرسي احنا قلنا بيكون عرضه الصافي 45 سنتي، ارتفاعه برضه بيبقى 45 سنتي، ممكن يزيد شوية يوصل ل 50، ولكن خلينا نتكلم ان الارتفاع بتاع الكرسي بيكون 45 سنتي. والمسافة ما بين بداية الكرسي ونهاية الترابيزة بتكون من 25 ل 30 سنتي. ده كده بالنسبة لترابيزة السفرة. طب لو ترابيزة السفرة دي عندي أصلا هي عبارة عن بار، البار على حسب تصميمك ليه وعلى حسب الارتفاع اللي انت حاطه، ممكن ارتفاع البار يكون 90 سنتي، ممكن يكون 95، ممكن يبقى متر، متر 5، متر 10 وانت طالع، على حسب التصميم بتاعك، ولكن الأشهر من متر 5 لمتر 10. في الحالة دي نبص لجزء الصورة الموجود على اليمين، لو حسبنا على أساس إن هو متر 10، فيبقى عندي ارتفاع الكرسي بتاع البار ما بين 75 ل 80 سنتي. ونفس الفكرة المسافة ما بين القاعدة بتاعة كرسي البار لغاية بداية البار نفسه بتبقى من 25 ل 30 سنتي. لو في هنا برضو عنصر إضاءة ساقط من سقف الدلاية أو ما شابه ذلك، برضو المسافة ما بين نهاية الدلاية وأول البار بتبقى ما بين 70 ل 90 سنتي، وفي بعض الحالات ممكن تبقى متر. ودي كده كانت مجرد ملاحظات سريعة عن ترابيزة السفرة. أشوفكم على خير في حلقات تانية قادمة. سلام عليكم.